أنه يتم فتح مشاريع للزراعة والخياطة وغيرها من المشاريع. هاي اقتراحات رفاق الإدارة يقدروا يدرسوا هالاقتراح، واقتراح حسب رأيي محله. هلا رح ننتقل لقراءة النظام الداخلي، لهيك لازم كل الرفاق يكتبوا الملاحظات. المادة السابعة: مهام الأعضاء. ألف: على العضو أخذ دور القدوة على الصعيد الفكري والتنظيمي وفي بناء الأمة الديمقراطية وحرب الشعب الثورية. احنا اليوم هنا بالمؤتمر الثاني لفدراسيون جرح الحرب في شمال وشرق سوريا. هذا المؤتمر تم النقاش على أعمال الفدراسيون لمدة سنتين سابقات، ومن ثم تم النقاش على مقترحات المقدمة من قبل رفاق للفدراسيون للعمل المستقبلي لمدة سنتين أعضاء المجلس، وتم المصادقة والتعديل على بعض المواد في النظام الداخلي للفدراسيون في شمال شرق سوريا، وتم انتخاب 31 عضو هم المجلس العام والهيئة الإدارية الممثلة لفدراسيون جرح الحرب في شمال وشرق سوريا. ونتمنى الجدية والعمل بجد وبنشاط والتوفيق لجميع رفاقنا في فدراسيون جرح الحرب. باسم جميع رفاق الجرحى نبارك هذا الكونفرنس للقائد الحرية باني فلسفة الحرية القائد عبد الله وجلان، وكذلك بدون أن نذكر شهدائنا الأبرار الذين بتضحياتهم وبجهودهم وصلنا إلى هذه المرحلة، والذين هم أصحاب هذه الثورة الحقيقيين. نستذكرهم بهذه المناسبة ونحيي أمامهم إجلالا، وكذلك عوائل شهدائنا وعوائل جميع الرفاق والرفيقات الجرحى وجميع رفاقنا الذين يناضلون اليوم لحماية هذه الثورة وحماية الوطن وحماية الشعب. نبارك الرفاق الذين تم انتخابهم ونتمنى لهم التوفيق والنصر في الفترة المقبلة، وكذلك نتمنى النصر لجميع الرفاق الموجودين هون بالكونفرنس والذين لم يحضروا المؤتمر. أيضا نتمنى لجميع الرفاق النصر، وعلى هذا الأساس نبارك المؤتمر مرة أخرى لقائدنا ولجميع شهداء الثورة، وكذلك لجميع عوائل الشهداء وجميع الوطنيين في المنطقة.